ابني مش واثق في نفسه، عايش مهزوز، أقل كلمة بتشككه في نفسه. دي من أكبر مشاكل الأطفال مفرطي الحساسية، حتى بقى لو الأب والأم ربوهم بشكل هادي. وده بيحصل عشان نقطة نفسية مهمة قوي عند الأطفال دي غايبة عن معظم آباء الأطفال مفرطي الحساسية. هحكي لكم موقف مع بنتي اللي هي highly sensitive child علشان نفهم مع بعض أكتر ونعرف إزاي نحل المشكلة دي. من كام أسبوع مريم كانت داخلة مسابقة وفيها اختبار، قاعدة بتحضر نفسها وتراجع حركاتها وتمارينها. بدأت أتكلم معاها في معنى مهم قوي: لو نجحتي النهارده ده معناه ايه، ولو ما نجحتيش ده معناه ايه. قالت لي: لو نجحت يبقى ربنا ساعدني، المجهود اللي عملته جاب نتيجه، هطلع للمستوى اللي بعده. طب لو ما نجحتيش، هبقى خدت خبره في النوع ده من الامتحان، هعمل احسن المره الجايه، وهيبقى عندي فرصه اقوي بقى نقط الضعف بتاعتي في المستوى ده. اللي حصل ده استراتيجي بتحل مشكله عند الاطفال مفرطي الحساسيه اسمها شخصنه الاشياء او personalization. أي مشكلة بتحصل حوالين الطفل مفرط الحساسية هو بيتخيل وبيفسرها على إن هو السبب. ما نجحش في حاجة يبقى هو اللي فاشل، ما بيعرفش يعمل الحاجة دي. الرسمة بتاعته باظت يبقى هو اللي ما بيعرفش يرسم. صحابه زعلوا منه، هو اللي ما يتحبش وما بيعرفش يعمل صحاب. وده بيطلعه طفل مهزوز وفقد الثقة في نفسه وشايف نفسه وحش. وده خطر جدا على صحتهم النفسية. علشان كده الطفل ده مهم يتعلم إنه يشوف الموقف الواحد بأكتر من زاوية، وهي دي استراتيجية تعدد الاحتمالات. كل موقف ليه احتمالات كتيرة غير إن أنت اللي فاشل أو أنت السبب في كل اللي حصل. فلما أصحابه يزعلوا منه، طيب إيه تاني ممكن يكون السبب غير إن هما مش بيحبوك؟ ممكن يكون إن هما متضايقين، ممكن يكون إن هما النهاردة مالهمش مزاج أو عايزين يلعبوا في حتة تانية. الاستراتيجي دي لما تمشي معاها الفترات، الطفل هيبقى مصدق وواثق في نفسه وخارج للحياة بشكل أقوى وأنضج. انتوا بقى قولوا لي، بتقابلوا مشكلة الشخصنة دي مع ولادكم مفرطي الحساسية ولا لأ؟ وادوني أمثلة عليها في التعليقات عشان أقدر أساعدكم أكتر.